ابنك مش روبوت. قبل ما تقول له اعمل وما تعملش، اديله قلبك الاول. عايز يسمعك لازم يحس بيك. كلنا بنقع في نفس الغلطة. اول ما ابننا يغلط نزعق ونؤمر ونبعد ونمنع، وننسى ان الطفل ده مش آلة، ده قلب صغير بيحب وبيخاف وبيفهم اكتر مما بنظن. النبي صلى الله عليه وسلم كان قدوة في كده. تخيل معايا المشهد ده. بيحكي سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه إنه شاف النبي صلى الله عليه وسلم بيحضن سيدنا الحسن بن علي. فواحد من الصحابة اسمه الأقرع بن حابس قال له: إن عندي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قال له: من لا يرحم لا يرحم. يعني الحب مش زيادة، ده أساس التربية. والمعنى هنا واضح. قبل ما تطلب من ابنك يسمعك، اديله امان، اديله حضن، اديله كلمة حلوة. النقطة العملية النهاردة: خد ابنك في حضنك من غير سبب وقول له انا بحبك عشانك، مش عشان درجاتك ولا تصرفاتك. وشوف الفرق بعد كده لما تطلب منه حاجة. انا اشرف محمد، واستنوني في فيديو جديد من سلسلة ربي ابنك على سنة الحبيب، وهنتظر ارائكم في التعليقات، واستنونا في فيديو جديد.